للأسف يا جماعة ضيعنا التأهل، كان سهل من ايدينا. فرصة كانت تاريخية تتصنع بالجيل ده في الأولمبياد، إن أنت تاخد فضية أو برونزية، لكن قدر الله وما شاء فعل. انت لو معاك حد خبرة في الدفاع مكان عمر فايد، أو حتى نزل بديل مكان عمر فايد، كنت هتقدر ممكن تعمل فرق كبير جدا. لكن انت عمر فايد ما بيلعبش، وكمان هو شغال كويس في البطولة وماشي مع المنظومة، شغال ترس في المكنة بتاعت ميكالي كويس جدا. بس حتى لما انطرد ما عرفتش، يعني محمد طارق ده ما بيلعبش حتى ما دخلش اجواء البطولة، ما بيلعبش في الدوري مع النادي المصري. ف كانت ناقصة خبرة جامدة يعني. للأسف اكتشفت إن أنت النادي الأهلي المنتخب طلب، حتى بعد ما الأهلي رفض عبد المنعم، محمد عبد المنعم، اكتشفت إن هو طلب ياسر إبراهيم. بس الأهلي ما وافقش برضه، كان هيعمل يعني ياسر إبراهيم حتى كان هيعمل فريق جامد جدا مع المنتخب. لكن زي ما قلت لكم كده، قدر الله وما شاء فعل. المنتخب عمل مجهود رهيب، مجهود خرافي. يعني الناس تعبت، كل اللعيبة تعبت. أحمد عيد أثر جامد برضو في الجبهة اليمين. اللعيبة كان بيلعب برجولة وقتال رهيب طول البطولة. محمد شحاتة أدى في حدود الباك اليمين اللي هو مش مركزه. آه كل اللعيبة تغيير كوكا إن هو يروح ناحية الشمال ويطلع الدبيس ده، فضت نص الملعب أكتر. انت كده ولا بتلعب بكوكا في نص الملعب، طلعته على الطرف، ومحمد شحاتة طلع على الطرف من أول. ففضل الملعب أكتر المدرب للأسف، لقلة الإمكانيات ولفقر الدكة، مش عشان هو سيء، لا عشان الدكة فجيرة وما فيهاش إمكانيات. فهو ما باليد حيلة صراحة. يعني المدرب هو نجم البطولة، أفضل حد في البطولة كلها من مدربين واللاعبين. عمل تكتيك رهيب طول البطولة بصراحة. اتفرج على هنري كان مبهور وفرحان فرحة عمره بعد التقدم على مصر، مش كان مصدق. اللي مزعل الواحد ان هي كانت فرصة ذهبية ان احنا ناخد ميدالية ذهبية. واللي مزعل الواحد اكتر بقى ان انت بعد المجهود الخرافي اللي انت عملته ده، انت هتروح للمغرب مهلوك. يعني المغرب خسرت بس خسرت في الوقت الأصلي، إنما أنت لاعب دي تاني مرة تلعب إكسترا تايم. يعني هتروح مهلوك. كان باين على إبراهيم عادل وزيزو ومحمد النني، كان باين إن هما مهلوكين جدا، مش جد البدني خلاص يعني. زيزو بيلعب وهو أصلا الضمة مش اكتملت شفاء 100%. وهو قالك أنا لو هربط رجله كده، لو هربطها تربيط كده هلعب. هارد لك للمنتخب المصري، وإن شاء الله إن شاء الله الجيل العظيم ده يقدر يحقق البرونزية. هو يقدر، بس البدن أنا خايف من البدني بس. راح على ماتش الزمالك وينبي اللي كان في نفس الوقت عشان العباقرة. كان ماتش الزمالك بدأ الساعة 9 والمنتخب بدأ الساعة 10. ماتش مش سيء، كل لعيبة بدأت، في لعيبة بدأت تثبت إمكانية نفسها زي نصر منسي. خلاص انسى يا منسي، انسى. خلاص حطيت البصمة بتاعتك من الأول، فانسى ونوي وسيبنا في حالنا. روق حي الناس ديت. خلاص المفروض يعني جوميز خلاص بيريح اللعيبة الأساسية، ناصر ماهر مقعد وخلاص مش لعبه. عبد الله سعيد، شيكابالا، اللعيبة اللي هي هتكمل معاه وعارف ان هي هتكمل معاه. هو بس عايز، المشكلة ان هو مش لاقي بديل يريح بيه حمزة المسلوسي. واتمنى من الماتش الجاي يطلع حمزة المسلوسي بره خالص القايمة،
ما عادش يدخل غير في بداية بقى كأس مصر اللي هم حطولك كده في آخر الدوري. خلاص بقى رايحوا، وانت بقى زي ما تيجي بقى أي حد بأي حاجة، كامل التلات ماتشات اللي باقيلك في الدوري وبدأ ما تحصل بقى. بس ريح الراجل اللي طالع عينه ده، أكتر لعيب لعب مع الزمالك السنة دي. ريح بقى فتوح، عمر جابر، شلبي، هما دول بس كده اللي من التشكيلة الأساسية اللي انت بتلعب بيه. وغير كده العب بقى بالباقي مع شوية الناشئين بتوع الزمالك بدأ بضغط من أول الماتش بسامسون وعمل باصة حلوة في الجول الأول. ناصر منسي، مش عارف بتلخبط ليه بين ناصر منسي وناصر قدم أداء يعني كويس، 70-80% من أداء جيد جدا، لغاية ما الزمالك سجل الهدف الرائع لأوباما. بعد كده رجعت ريما لعادتها القديمة، أداء دلع واستهتار وقلة أدب. إنبي سيطر على الماتش بعد الهدف الرابع. يعني الهدف الرابع المفروض إن أنت بقى تدوس سكور وبراحتك وماسك الكرة وهتجيب وتضيع لا، الدنيا انقلبت تماما. انت خلاص الفرق فكت بطريقة رهيبة. انبي راح جاب في الدقيقة حوالي في الستينات كده، جاب هدف وسيطر عليك خالص، سيطر عليك تماما تماما كده، سيطر. انت استسلمت واتدلعت واستهترت، وجيت المدرب عمل شوية تغييرات لعيبة شباب، وهي في الآخر انبي سجل الهدف التاني. مش مهم، بس الحاجة اللي بتزعل بقى ان انت بتلعب باستهتار ودلع، وانت اصلا بتلعب على مركز تالت. يعني حاجة ما تشرفش اصلا، حاجة ما تشرفش والله. بس زي ما قلت احنا محتاجين اقل حاجة 5 صفقات يا جماعة. بص مش هقول لك اقل حاجة، الزمالك لازم يجيب 4-5 صفقات كلاس ايه وخلاص. على كده مش عايزين 10 صفقات لا، اللي يجيب ال10 دبل حطهم في 5 بس. يعني عايزين مثلا بن شرقي اللي انت بتفاوضه، مهاجم يكون سوبر، مهاجم سوبر. عايزين مساك. يعني انا خلاص اللي اعرفه ان هم خلاص بيخلصوا، فخلاص خلص احمد رمضان بيكم، خلاص خلص. ده لعيب يعتبر من وجهة نظري احسن مدافع بره الاهلي والزمالك وبيراميدز، رمضان بيكم. كل لعيب منتخب مصر برضو، يعني لعيب دولي من وهو في مراحل الشباب، لعيب دولي. اللي انا عارفه برضو نخلص محمود صابر بتاع بيراميدز، ده اسهل لاعب سوبر ممكن تخلصه. انت لو مخلصتوش السنة دي بعد كده مش هتعرف تخلصه، بجد مش هتعرف تخلص لعيب سوبر زي ده. مش هطول عليكم اكتر من كده عشان مش هبقى رخم زي لعيبة الزمالك. فضلا وليس امرا، لأول مرة شوفني اشترك في القناة مشترك عليها ولايك جميل، واللي رأيك في الكومنتات. سلام.